اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض احلى غدا واحسن واخف واطعم غدا في الصيف. هنبدا مع بعض بسم الله. هنعمل ايه؟ هنعمل ملوخيه ورز. وقت ما احنا مستعجلين، وقت ما احنا مش فاضيين، اسهل اكله بنعملها وهي دي اللي بنحبها، واهل البيت كلهم يتمنوا الاكله دي كل يوم يعني. نبدا مع بعض بسم الله. الفراخ غسلتها كويس بملح وبليمون، وشطفتها شطفه كويسه كمان، وهبدأ انزل بيها في الحلة بالشكل ده بسم الله. انزل عليها بصل وطماطم وواحد شطة وواحدتين لورا. الفراخ ما تستوي هنعمل ايه كمان؟ بصوا الملوخية نضفتها وغسلتها وسبتها نشفت خالص من المية. اروح اخرط الملوخية، وكمان عملت ايه؟ قشرت توم اهو كمان، علشان خاطر تبقى كل حاجة جاهزة من غير على السوا على طول. بس لو انتوا حابين تخرطوا مع الملوخيه جرن شطه اخضر بيخلي طعمها جميل وحلو خالص. فراخ داخله على سوا اهي، هنزل عليها بفلفل اسود وملح وكزبره. بص بدات تعمل شوربه جميله وحلوه ازاي. طول ما احنا مهديين النار طول ما هتاخدوا طعم حلو للفراخ وشوربه احلى ان شاء الله. الفراخ على الناحيه التانية، وهعمل ايه كمان؟ جبت نص معلقه سمن هنا، وربع معلقه هنا، وهنا معلقه زيت، وهنا حوالي معلقتين ثلاثه. نعمل ايه؟ نعمل الرز بالشعريه ونعمل شوربه لسان عصفور. الشعريه خدت لون اهي، ولسان العصفور خلاص اتحمر اهو. هنزل على لسان العصفور بواحده طماطم صغيره عاملاها قطعه صغيره خالص، اسيبهم دقيقه كده وارجع ايه ازود الشوربه. هنا هنبدا نزود بسم الله الشوربه اهي. لازم نصفيها علشان خاطر لو فيها قطع البصل او الطماطم ما تنزلش معانا. الرز بعد ما غسلته هنزل بيها على الشعريه بعد ما زودتها اهو، وان شاء الله هيستوي ويبقى احلى رز مفلفل باذن الله يعني. نكمل لسان العصفور بسم الله. هنا طاسه وسخنتها كويس عشان الفراخ ما تلزقش معانا، وهنزل فيها بحاجه بسيطه زبده او سمنه، وبعد كده هنزل فيها بحاجه بسيطه زيت يا دوبك بس كده. لو انتوا عايزين تحطوا الفراخ تحت الشوايه ماشي، تحمروها ماشي، انا هحمرها علشان خاطر الفراخ المسلوقه لما بتتحمر بيبقى طعمها جميل خالص. بسم الله. خلاص الرز استوى وبقى مفلفل وجميل، هسيبه حوالي دقيقتين تاني وبعد كده اطفي عليه. والفراخ اتحمرت معانا اهي. انا مش عايزاها تاخد لون ازيد من كده علشان ما تبقاش ناشفه زياده عن اللزوم. جبت قطعه سمن صغيره، هبدا احمر اقدح التومه للملوخيه. بصوا السمن اللي اتبقى من التحمير بتاع الفراخ انا نزلت بيه في الحله دي، بيبقى طعمه جميل وحلو في الملوخيه.
هاخد هنا نص معلقه ثوم مفروم، وهسيب قطعه صغيره ننزل بيها على الملوخيه ان شاء الله. كل ده حطيتوا لي لايك ولا ناسيين بقى يا حبايبي؟ حطوا لي لايك علشان خاطر هوريكم الخيار اللي انا خللته معاكم تحفه قمر جميل جدا. وبصوا بقى مجرمش واصفر وحلو. وطبعا اللي قالت لي في الكومنت ما تكتريش من المخللات عشان الاملاح، على فكره انا حاطه له ملح قليل، وقلت لكم في الفيديو زي تمليح الطبخ بالظبط علشان خاطر اللي ياكل منه ما يتعبش. وهقول لكم على كلمه تاني، بصوا مثلا ايه، انا بعمل المخلل اهو، مش يعني لما اي اكل اعمله مش بكتر فيه الملح، ببقى عامله حساب ان احنا هناكل مخلل جنبه. شوفوا كمان انا من طبيعتي ما احبش الملح ولا السكر. خلاص يا حبايبي، بس انتوا اعملوا الخيار المخلل ده على طريقتي اللي سمع الفيديو بتاع المخلل، وهيبقى جميل وتحفه خالص. هوريهولكوا دلوقتي بس لما اخلص الاكل او الطبخ. ملوخيه الشوربه حطيتها ولحت عليها اهو، والتومه خدت لون. هنزل عليها بحوالي معلقه صغيره كزبره، ولسه طحناها دلوقتي في المطحنه فريحتها مفحفحه كده وجميله. هنزل عليها كمان بايه هنا الشوربه، اخد عليها معلقه التوم النيه دي، بتفرق في طعم الملوخيه بجد يعني. نبدا نصفي لو كان فيها بصل ولا حاجه نشيله منها. ايه وفي الوقت والحال بالشوربه على طول. نزود شويه شوربه كمان. الملوخيه اهي طفيت عليها، وهنا الخيار تعالوا نوريكم. الاول هننزل هنا على الفراخ برشه فلفل اسود ورشه ملح بسيطه بس. وادي الخيار اهو، بصوا الاول الفلفل، بصوا سامعين الصوت؟ وادي الخيار اهو اهو. ايه رايكم بقى؟ احلى مخلل، جربوه على طريقتي هيعجبكم ان شاء الله. انتوا عارفين كلنا منه امتى؟ فات يوم بعد ما خللته، وتالت يوم كلنا منه على طول. كان اصفر وجميل وبالقرمشه اللي حضراتكم شايفينها دي. بألف هنا يا رب. هروح اغرف الاكل، وبكده يبقى خلص الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يعجبكم. لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.